وقد أعلنت أجهزة الأمن الأمريكية إحباط محاولة هجوم على مبنى الكونغرس كان يخطط لتنفيذها أمريكي يشتبه بدعمه لتنظيم داعش في العراق وسوريا بحسب ما أفاد به مكتب التحقيقات الفيدرالي. مرة أخرى يطل الإرهاب من جديد على الولايات المتحدة. هذه المرة كانت المؤامرة تستهدف مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن حيث يوجد الكونغرس الأمريكي. المتهم بالوقوف وراء المخطط الذي تقول أجهزة الأمن إنها أحبطته شاب أمريكي من ولاية أوهايو يدعى كريستوفر كورنيل يبلغ من العمر 20 عاما، اتهم بمحاولة تنفيذ عمليات قتل ضد موظفين في الحكومة الأمريكية واحتمال حيازة أسلحة نارية بطريقة غير قانونية، كما أظهرت وثائق تعاطفه مع متشددي تنظيم داعش. الشاب الأمريكي كورنيل الذي تم اعتقاله بحث عن كيفية صنع قنابل أنبوبية واشترى سلاحا ناريا و600 طلقة ذخيرة، وأعد خططا للسفر إلى واشنطن لتنفيذ الخطة بالهجوم على مبنى الكابيتول. وطبقا للوثائق فإن كورنيل اعترف بعدائه لأعضاء الكونغرس وأنه خطط لوضع قنابل أنبوبية عند مبنى الكونغرس الأمريكي وبالقرب منه واستخدام أسلحة نارية لقتل الموظفين والمسؤولين بالداخل. ووجهت محكمة اتحادية في أوهايو لكورنيل تهمة محاولة قتل ضابط بالحكومة الأمريكية وحيازة سلاح ناري. يأتي الكشف عن مخطط استهداف مبنى الكابيتول وسط حالة تأهب واستنفار قصوى تعيشها عدة دول أوروبية إضافة للولايات المتحدة بعد هجمات باريس الأسبوع الماضي والتي تبناها تنظيم القاعدة في اليمن. ياسر محمد علي، العربية.